بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة نور الزراعة أحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد جامعة عين شمس. النهاردة هنتكلم عن زراعة الأسبرجس في مصر والعالم. إنتاج وحصاد للتصدير المحلي والدولي والفنادق. يتم زراعة الأسبرجس في المعامل أو الصوب الزراعية عن طريق النسيج أو البذور، والأفضل النسيج الذي يتم أقلمته عن طريق الأنسجة في المعامل في شهر 8 و9 اللي هو أغسطس سبتمبر، ثم تنتقل الأنسجة من المعامل إلى الصوب اللي هي بتكون منتظمة الرطوبة والحرارة لتكوين شتلات نظيفة. تتم الرعاية بها لمدة 3 شهور في المشتل من 15/9 حتى 15/12، ثم تؤخذ في 15/12 تزرع في الأراضي المستديمة في شهر من 1/3 حتى 15/3. طبعا المشتل بيتم من 15/12 إلى 15/3، موعده 3 شهور. وتحرث طبعا الأرض جيدا، ثم تخلط ثم تخطط خنادق أو مصاطب بعرض المصطبة 1 متر. الزراعة في باطن الخط، المسافة بين الجرة والأخرى 30 سنتي. يتم الزراعة عن طريق البذور أو الشتلات أو الأنسجة الناتجة من الشتلات، أو الأقراص أو الأعواد المزال عنها البراعم الزهرية أو المهاميز الزهرية التي تشبه قلب الخص أو ديل نبات ديل القط. حرث الأرض ثم التخطيط. طبعا يتم الزراعة في باطن الخط. ري الغمر أو التنقيط في وجود رطوبة طبعا عالية أو رطوبة متوسطة. أفضل طريقة للزراعة هي زراعة الشتل أو الشتلات الناتجة من الأنسجة المؤقلمة في المعامل. بتسمد بالماب أو المتوازن لذا العشرينات أو 19 أو 22. تسميد بعد شهر من الزراعة على عمر 30 يوم. يتم الترديم الجيد للشتلة حتى لا تأخذ هواء. يتم التسميد الفدام في وجود الرطوبة بعد 30 يوم بمعدل 100 كيلو سلفات نشادر زائد 50 كيلو بوتاس زائد 10 لتر حمض فوسفوريك، أو دي موزعة على عدد الريات، أو 100 كيلو ملح سلفات نشادر مع 50 كيلو بوتاس مع 150 كيلو سوبر ناعم اللي هو سوبر فوسفات الثلاثي مع الري المنتظم والأسمدة. أو يفضل أو الرية التانية 100 كيلو ملح مع 50 كيلو بوتاس أو 10 لتر حمض فوسفوريك، مع الإضافة الرية اللي هو 2 كيلو حديد، 2 كيلو زنك، 2 كيلو منجنيز، أو تسميد أو رش بالعناصر الصغرى. طبعا في لازم نركز على رشة فطري للأصداء زي مادة البنكانازول أو السيفونات الميثايل، رش حشر المن والتريبس، رشة للدودة زي الميثايل 90 أو كلوروبروفوس، رشة للبياض الدقيق زي الميتالاكسيل أو المانكوزيب أو الكبريت الميكروني. طبعا جرعة أعفان جذور زي كبريتات النحاس أو برمنجانات البوتاسيوم. لابد من زراعة مصدات رياح حول الحقل للحماية من الهواء وحماية النباتات من الجفاف. التسميد في شهر 8. طبعا بنبدأ نسمد حتى يوقف التسميد في شهر 8 قبل أخذ التقاوي أو البذور بشهر. تنقية الحشائش يدوي أو رش بالمبيدات الحشائش مع الاحتراس من وجود جروح في نتيجة عملية العزيق. التسميد كل رية ممكن ندي 10 كيلو سوبر مع 20 كيلو ملح مع 10 كيلو بوتاس مع 2 لتر فوسفوريك. طبعا في ملحوظة: زراعة عن طريق الأعواد المتخشبة في أراضي رطبة طبعا جيدة الحرارة والتهوية بعد إزالة النموات الخضرية من عليها. في حاجة تانية برضه هنتكلم عليها في شهر 9 اللي هو سبتمبر. يترك النباتات اللي هي نباتات الأسبرجس بطول طبعا 20 سم، بتؤخذ بطول من 20 ل 30 سم الأعواد، وأخذ بالمهاميز البيضاء بتاعتها أو الأقراص بتوضع في ماء
أو الأقراص بتوضع رأسي في الحقل مع الري أو عدم التعطيش. جمع المهاميز ديت اللي هي البراعم والأعواد، وتوضع في ماء طبعا للحفاظ عليها حتى التصدير والوصول إلى الفنادق أو إنتاج المحلي. إما الإنتاج، إما أفضل طريقة لإنتاج طبعا في طريقة لإنتاج البذور التقاوي أو الأعواد أو الأقراص أو الأنسجة، عن طريق ترك النباتات ارتفاع من 2 ل دي طبعا طريقة إنتاج البذور. إنتاج البذور يا إما بالأعواد أو الأقراص أو الأنسجة عن طريق ترك النباتات بارتفاع 1 ل 2 متر في شهر 5 حتى شهر 8 لإنتاج البذور لأخذها أو أخذ الأعواد المتخشبة والأقراص، وأخذ منها الأنسجة للزراعة في المعامل حتى يتم عمل منها شتلات حتى تنقل للأراضي المستديمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.